السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم هي القصة ديال ضحى ومحمد. كان واحد الكوبل اللي الله تزوجوا، سكنوا في واحد الحي راقي، الكالم الهدوء، وعايشين بخير. كانت هي ربة بيت والزوج ديالها اللي كان كيخدم. كانوا عايشين بخير حتى واحد النهار جا واحد السكان جدد، واحد الجارة سكنات حداهم وكانوا عندها الوليدات، وكانت كتضل تغوت، ودوك الوليدات كذلك كانوا ضاصرين. يعني من نهار جاو سكنوا حداهم كاين صداع بزاف. وكان محمد ديما كيتشكل المراه ديالو وكيقول لها خاصك تمشي تهضري مع ديك الجاره الجديده باش ينقصوا شويه من الصداع، لانه كان كيناس بكري وخاصو يفيق بكري للخدمه وما كيخليوش يناس، لانهم ما كيناسوش حتى لإنا وقت، وفي الصباح كيفيقوا بكري ونفس الموال ديما كيغوتوا، والام ديالهم كتغوت عليهم وعايشين في واحد الضجيج ما يمكنش. فضحى مشات سمعت من راجلها ومشات دقات على الجاره وهضرت معها بالصواب وقالت لها الا جات على خاطرك يعني تحاولوا الوقت اللي كيجي الزوج ديالي تنقصوا شويه من الصداع، على حساب هو كيفيق بكري وراكي عارفه الخدمه وهادشي. وتقول لها الجاره ديالها راه هاد الدراري بغاو يحمقوني، راه ما كيسمعوش، ولكن غنحاول. ولكن الحال بقى هو هذاك نفس الموال كل نهار. فالطبع يغلب التطبع كيف ما كيقولوا. ايوا ضحى ومحمد كانوا كيحاولوا يتعايشوا مع داك الوضع، لانهم ما عندهم ما يديروا، كانوا صابرين. حتى واحد النهار على غير العاده ما سمعوا لا صداع لا حتى شي حاجه، ما يمكنش شي حاجه واقعه. يا غيكونوا هاد الناس مسافرين يا غيكون واقع لهم شي حاجه. داز نهار الاول، نهار الثاني، وما كيسمعوش صداع. فقال لها الزوج ديالها محمد ياك ما وقعت لهم شي حاجه، سيري سولي في الجاره ديالك، راه كيف ما كان الحال هما جيراننا. ايوا داكشي اللي مشات دير. مشات ضحى دقات في الباب، حلاتها الجاره ديالها، قالت لها غير قلت نسول فيكم شحال يعني ما كنسمعش عندكم صداع وهذا، قلت نسول فيكم ياك لاباس ياك ما تكونوا مرض ولا شي حاجه. فقالت لها الجاره ديالها لا 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 باس علينا الحمد لله، غير انا درت واحد القناه في اليوتيوب، راكي عارفه انا يعني كنعرف هادشي ديال الطبخ والحلويات، قلت جالسه نشغل وقتي وشوفي شحال ديال القنوات كيكونوا في اليوتيوب خدامين ومن هانيت كيدوروا الصرف ويتخلصوا مزيان. انا في جميع الحالات كنطيب لوليداتي، وقلت علاش ما نستغلهاش وندير قناه. وتقول لها ضحى ومزيان اختي الله يسهل عليك. صافي ومشات للدار ديالها. ايوا تقول لها راجلها راه شنو واقع قال لها الله يسخر ليهم. صافي دازت الايام حتى عيطات الام ديال ضحى، عيطات ليها، كانت الخطوبه اختها، فالوقت اللي حددوا الموعد قالت لها تجي يعني في الغد باش توجد راسها وهذا. فهي الوقت اللي كانت غادا تمشي عند الكوافوره تلاقات بديك الجاره ديالها، قالت لها فين غادا؟ قالت لها غادا عند الكوافوره، غنمشي على حساب العرس ديال اختي وكنوجدوا هذا، وتقول لي غادي نمشي معاك. ومشات معاها. وداك الوقت اللي كانت هذيك كتقاد كانت الاخرى كتصورها بالتليفون ديالها، وقالت لها غير بغيت نصورك زعما قبل وبعد باش تشوفي زعما الميك اب كي جاك وداكشي. وفعلا صوراتها وقالت لها ايوا شتي الخطوبه ديال اختك وما عرفتينيش؟ قالت لها مرحبا بك، لان هي حشمت منها
يعني حطتها في واحد الموقف ما قدرت تقول لها والو، قالت لها مرحبا بك. وفعلا مشات مع هذيك الجاره، مشات معاها الوقت اللي مشات تكري التكشيطه وكانت كتصور داكشي، مشات معاها الخطوبه. وانتم كتعرفوا في اي خطوبه بعض الاحيان كيكون شي حساسيات ما بين عائله العروس والعريس، ولا بعض المرات كيوقعوا شي مشاكل هكا، فوقع واحد المشكل بين العائلتين. وهذيك الجاره كانت كتصور، ولكن الحمد لله تحل داك النقاش ودازت الخطوبه على خير. ولكن في الغد مشات هاد ضحى مشات لدارها، الجاره كذلك. في الغد ضحى كانت خارجه باش تقدى شي حاجه للدار، وهي تلاقى بواحد الجاره اخرى. قالت لها واخالك دوزتو الخطوبه ديال اختك وما عرفتيناش. هي قالت ربما الجاره الاخرى اللي حضرات معاها هي اللي قالتها لهاد الجاره. فقالت لها ان شاء الله نعرضوك العرس، ومشات للدار. مدت ما جابت، واحد شويه تعيط لاختها وكتبكي، وقالت لها شنو بغيتي عندي، واش بغيتي تفارقيني مع خطيبي؟ قالت لها ياك لاباس. قالت لها ديك الجاره اللي جبتي معاك صورات داك المشكل اللي وقع بيني وبين خطيبي، صورات داكشي كامل وبارطاجاته في اليوتيوب. ضحى ما عرفت باش تبلات، ولقات الزوج ديالها لا داخل في الباب حتى هو معصب وكيقول لها هادشي واش الاسرار ديالنا ولاو كيتبارطاجاو في اليوتيوب. هي ما فهمت والو، لانهم هي ما يسحبش ليها بان ديك الجاره كتصور داكشي وغتبارطاجيه، ما توقعاتهاش منها. مشات عندها للدار وقالت لها شنو هادشي اللي درتي؟ قالت لها شنو درت؟ قالت لها مشيتي صورتي دوك المشاكل وداكشي اللي كيوقع لاختي، مشيتي صورتيه وبارطاجيتيه وشوهتينا. قالت لها داكشي هادي جاري به العمل، كاع الناس كيديروا بحال هكاك باش كطلع المشاهده، وحتى انت هاد الفيديو الا طلع واستفدت منه غادي نعطيك النصيب ديالك. قالت له واش انت حماقيتي، انا كنهضر معاك في حاجه وكتهضري لي في حاجه اخرى، كنقول لك انا شوهتي العائله ديالي وانت كتقولي لي هاد الهضره. قالت له ما تبقايش تكبري حتى هاد المواضيع. قالت له غادي نقولها للزوج ديالك. قالت له هو في خبار وكلشي. عصباتها وقالت لها الله ياخذ فيك الحق، ومشات للدار ديالها. قالت للزوج ديالها شنو وقع بينها وبين ديك الجاره، فقال لها انا غادي نهضر مع الزوج ديالها. فاش تلاقى بالزوج ديالها قال لها شنو دارت المراه ديالك، شنو دارت؟ صدق داك الجار ما في خباروش هاد الهضره كامله، وقال لها انا كنجي من الخدمه عيان ما كنعرفش كاع شنو واقع، ولكن انا غادي نمشي نهضر معاها. ومشى عندها وقال لها شنو هادشي درتي؟ قالت لي داكشي عادي، حتى انت راه كاع الناس كيديروا بحال هكاك دابا، واش ما كتشوفش اليوتيوب؟ قال لي انا ما عندي حتى شي دخل في داكشي، وهادشي اللي كديريه راه ما مزيانش. وجاي يشوف لي فيديو كيلقاها كتبارطاجي شي اسرار شي حاجه هكا في الدار، ما توقعش بزاف الحوايج لاحظهم وشافهم في دوك الفيديوهات ما عمره توقع انهم غيصدروا من مراته. فقال لها هادشي كامل غادي تمسحيه وما تبقايش تبارطاجي هادشي وتخرجي من هادشي ديال السوشيال ميديا ديال القناه، ما عندي ما ندير بهادشي. فقالت لي واش انت احمق؟ حتى بديت انا كنقاد القناه ديالي وكنتخلص فيها مزيان وبغيتيني نحيدها؟ امبوسيبل. قال لها هي انا يا القناه. فقالت لي شغلك هذاك. فكبر النقاش بيناتهم حتى وصل للطلاق. وهي شنو دارت؟ مشات عاوتاني ودارت فيديو اخر وتقول لهم بسبب جارتي طلقني راجلي. كتعرفوا دوك العناوين اللي كيديروا باش يزيدوا المشاهده. هي ما تسوقاتش لحياتها الواقعيه، حياتها الحقيقيه، هادشي كله ما كيهمش. المهم خاصها اكبر نسبه مشاهده ويكون عندها عدد كبير ديال المشتركين.
راه وصلنا لواحد الوقت كتخلع، ما بقى ما يعجب. الله يهدي ما خلق. شنو الرأي ديالكم في هذه القصة؟ كنتمنى تنال اعجابكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة.